السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت غنفهم هاد الحكومة ولا هاد وزارة النقل علاش تتقصي الأقاليم ديال الشمال وديال الريف من البرامج ديالها ديال الخطوط الجوية. ما استفدوش من البرنامج ديال الرحلات الداخليه ديال ريان اير ديال العربيه ديال رويال اير ماروك. وهنايا تنقصد المطار ديال الناظور، المطار ديال الحسيمه، وجده، تطوان، طنجه. واش هادو ماشي مغاربه؟ مع العلم الا جيتي تشوف السي وزير النقل الاستقلالي راه هادوك الساكنه ديك المناطق هذيك راهم يشكلون الأغلبية اللي موجودين في الخارج. ونزيدك بأن بالبنك الشعبي في الناظور بنك الرأس مال ديالو أكبر من الرأس مال ديال البنك الشعبي في كازابلانكا. والمدخرات ديال المغاربة اللي تنتميو لمنطقة الريف أكبر من المدخرات ديال المغاربة الآخرين وديال الأغنياء. لكن ما فهمتش، دائما عندكم هاد سياسة الإقصاء لهاد المناطق الشمال والريف، لا في المراكز الصحية، لا في الجامعات، لا في البنية التحتية، وكملتوا الباهية الآن في النقل الجوي. لأن كانوا غير القطارات في ديك المناطق نقولوا راه كاين القطار، حتى ما كاين لا قطار كاين الحمار. فمتى ستفتحون خطوط جديدة للتنقل لا داخل المغرب أو من خارج المغرب؟ لأن هذا يدخل في إطار الإقصاء والحقرة. تنتمنوا من وزير النقل ومن المكتب الوطني ديال المطارات أنه يتراجع على هاد سياسة الإقصاء ويفتح المجال للخطوط الجوية باش تقوم بالرحلات الداخلية من هاد المطارات وبالرحلات الجوية من خارج المغرب إلى تلك المطارات.